المصمم أنطوان الكارح ابتدى بموهبة فنية وهي التصميم، ونماها بالعلم. طور موهبته من خلال إنجازات عديدة، ربح باستديو الفن، ربح بميشن فاشن، واشتغل على إثبات موهبته وقدراته يلي ما إلها حدود. ومن فترة فتح دار أزياءه تحت اسمه أنطوان الكارح. ستيله مليء بالأنوثة المثيرة، وبميل إلى تصاميم بسيطة غنية بلمسات عصرية بتبرز جمال وأناقة كل سيدة. سوا رح نتعرف على المصمم الموهوب يلي طموحه ما إلها حدود، أنطوان الكارح. بدايتي كانت من عمر 13 سنة، حبيت كثير مهنة تصميم الأزياء. بعمر 18 سنة تقريبا بلشت نمية بالعلم، درست 3 سنين فاشن ديزاينر. بعدها بلشت شغل بأتوليه لهوت كوتور، رجعت اشتركت باستوديو الفن، ربحت الأول على لبنان. كمان رجعت اشتغلت وربحت ميشن فاشن. بعمر 13 سنة كنت بحب تصميم الأزياء. هالشيء اجى من وراء انه تأثرت ببروجرام، هو كان مسلسل. القصة بتحكي عن بنت كانت فقيرة وبتحب كانت تصميم الأزياء، واشتغلت على حالها وصارت مشهورة كثير. من هون حسيت حالي انه انا بهيدي المهنة كثير. وكمان مين حدا تاني أثر فيي كان فيرساتشي. بتذكر وقتها مات، أكيد كثير كنت صغير يعني. ربحت ميشن فاشن، كان الموضوع صعب علي، صار في مسؤولية جديدة وكبيرة، لازم بلش لحالي. حضرت الورك شوب تبعي، حضرت أول كوليكسيون وعم نحضر لكوليكسيون كمان جديدة تاني. الستايل تبعي اجمالا هو كثير فيمينين، جلامرس، سكسي، بس مش فالجر. يعني بحب السمبلسيتي بالفساتين، اللمعه بحبها بمطرح معين مش بكل الفستان. في ناس تهموني عم بتجه كثير على الاوروبيه، انا بقول لهم كمان لا، انه انا كثير بحب الحضاره الشرقيه اللي عنا، بحب فرجيها بطريقه اكثر سامبل وحلوه. من فترات الموضة اللي بحبها هي الفيفتيز. اجمالا بحب كل الفترات الموضة اللي قطعنا فيهم، بس يمكن الايتيز والناينتيز شوي في فترة ما حبيتها كثير. يمكن وقتها كان في الفوليومز كثير، الكمام كثير بوف اللي ما بيعطوا الشيب تبع الجسم، بس اجمالا كلهم باقيين بحبهم. من فيفورت ديزاينرز عندي هن دولتشي اند جابانا، فيرساتشي اكيد انا مأثر فيه من البداية، وروبرتو كافالي. كلبناني عالمي اكيد كمان الي صعب. من بداية حياتي لهلا اكيد في كثير تطورات بشغلي بكاركتيري. يعني كنت قبل كون عم بعمل انترفيو يمكن على الكاميرا كون كثير مستحي، اتلبك كثير. بخصوص شغلي اكيد صرت اعرف اكثر انا شو بدي وشو هو الستايل تبعي. يمكن كل ديزاينر اول ما يبلش بيصير يعمل قصص كثير افانجارد وما بيكون محدد شو هو الستايل تبعه. حتى بشخصيتي صرت اقوى، صرت اعرف مثلا من وين بنجيب القماش، كيف بنقدر نشتغل على الالوان اكثر، اي الالوان اللي بتزبط اكثر على الكاميرا وبتلبق اكثر لبشره كل ست عم نشتغلها. اجمالا كل سنه بالترندز بيكون في كولرز معينه العالم بتشتغل عليها اما الديزاينرز. انا يمكن ما بفوت للاخر بالالوان اللي بتكون اجمالا دارجه، انا بفضل اشتغل على الثيم اللي انا عم بشتغل عليه. يعني اذا كان دارج هلا الالوان معدنيه يمكن باخذ شوي من الموضوع، بس انا اكثر بشتغل على الثيم اللي انا عم بعمله. يمكن للزباين اكثر بشتغل لهم الترند، ومثل ما بتعرفوا نحن الهوت كوتور ما في يعني ما فيك تحددي الوان معينه. يمكن بالبريتا فورتيه بيكون ماشي اكثر لانه بتعرفي بينزلوا على السوق ببوتيكات بيكونوا موجودين الفساتين، فلازم يكون في ترند معينه بالالوان. بينما بالهوت كوتور فيك تشتغلي مثل ما بدك حسب الكولكشن. من الالوان المفضله عندي هي الاكوافير، الاكوا بلو. بحسها قريبه لشخصيتي وهي اللي بتجمع بين الارض والبحر. والقماشات اللي بحب استعملها كل شيء ناعم وخفيف، ما بحب كثير القماشات الثقيله. هلا صورت الكولكشن الجديده تبعي اللي هي السبرينج سمر 2008، وهي بتحكي عن جريك جودسز. الانسبريشن اجت من آلهة اليونان، فيتورستيك ستايل، يعني مش مثل ما كانوا يلبسوا من قبل. ركزت
اشتغلت كثير على الباك وهيدا من الستايل تبعي. البرودري كان بالوان معدنيه مع حجار من سوارفسكي. استعملت حتى الجلد بطريقه تبين كانه معدن، حتى في قطع معموله كلها من قماش معدني. كل شيء كنت اطمح له لحد هلا بعمري تقريبا حققته، بس بقدر اقول انه عن جد طموحاتي ما لها حدود، واذا الله بضل معي مثل ما هو هلا اكيد بحقق كل طموحاتي.